حكايتنا بتبدأ مع شاب في العشرينات اسمه كيلفن. الدنيا كانت مقفلة في وشه، فجأة صحى لقى نفسه في عالم تاني خالص ومش فاكر أي حاجة عن حياته القديمة. قعد يبص حواليه وهو مبرق ومش فاهم حاجة، وقال لنفسه أنا فين بالظبط؟ وإيه المدينة دي؟ وإيه الأماكن الغريبة اللي أول مرة أشوفها في حياتي دي؟ ما كانش فاكر الهوا ولا حتى كان فين قبل ما يتولد من جديد في المكان ده. فجأة ظهرت قدامه شاشة أحوال ونظام ومكتوب فيها كلمة واحدة: ابدأ. مد إيده وداس عليها عشان يشوف إيه اللي هيحصل، وفي ثانية لقى صوت بيكلمه بيقول له مبروك، وقع عليك الاختيار عشان تنتقل للعالم الجديد. صح أنت مش فاكر أي حاجة، بس أنت اللي وافقت تيجي هنا قبل ما تفقد ذاكرتك. الخوف واللخبطه ركبوه وما بقاش عارف راسه من رجليه ولا ايه اللي بيحصل معاه ده. بس البنت اللي كانت بتكلمه عرفته بنفسها وقالت له انها حاكمه العالم ده، وفهمته ان المكان اللي هو فيه ده عالم خيالي وفانتازيا مليان سيافين جامدين جدا وسحرة اقوياء وعجائب ما تنتهيش. وقالت له كمان انه عنده قدرات ومهارات هو بنفسه اللي اختارها قبل ما يجي هنا. كيلفن قعد يقلب في القائمه وبص على مهاراته وقدراته، واتفاجئ ان ليفله عالي وقدراته جباره وان الفئه بتاعته هي المستدعي. فضحك وقال شكلي كده لاعب مميز وليا وضع خاص. لا ده انا بدأت اتحمس بجد بقى. الحاكمة قالت له اطلع على المدينة، هناك في نقابة للمغامرين تقدر تسجل نفسك فيها. كيلفن سمع الكلام واخد بعضه وطلع على مدينة الحانات عشان يسجل. المدينة كانت خربانة وزحمة والاسواق في كل حتة، وهو بيلف في الشوارع وبيكتشف المكان. الحاكمة قالت له على فكرة انت هتقدر تستدعيني انا شخصيا اول ما تجمع نقاط سحر مانا كفاية، بس حاليا انت لسه ضعيف ومش هتقدر تعمل كده. رد عليها بكلمة واحدة: تمام ماشي. وصل كيلفن لنقابة المغامرين والمكان كان مقلوب، مغامرين داخلين ومغامرين خارجين، وكل واحد بيستلم مهمة او بيسجل بياناته. ومن غير تفكير قرب من موظفة الاستقبال وقال لها عايز اسجل نفسي كمغامر. راحت مدياله استمارة عشان يملاها، وهو بيكتب وقفته بسؤال: انت عايز تخلي الفئة بتاعتك مستدعي ولا ناوي على حاجة تانية؟ وقعدت تشرح له ان فئة المستدعي دي نادرة جدا ومفيش منها غير واحد بس في كل مدينة في العالم كله، وان الناس لو عرفت انه مستدعي هيبقى محط انظار كل حكام المدنيين وهيقرفوه في عيشته. كيلفن فكر ثانية ولقى ان الحكاية دي هتعمل ليه وجع دماغ ومشاكل هو في غنى عنها، فراح كاتب ساحر ودار على كلاسه الحقيقي. الموظفة جهزت له كارنيه العضوية وبقى رسمي مغامر من الرتبة F في المدينة، وقالت له هنا في النقابة بتجيلنا طلبات ومهمات من كل حتة وبنوزعها على المغامرين على حسب الرتبة بتاعتهم. تقدر تستلم شغل من دلوقتي، بس لازم تخلص على الأقل 10 مهمات من كل رتبة عشان تقدر تترقى للرتبة اللي بعدها، وأول ما توصل للرتبة C هتدخل امتحان عشان نختبر قدراتك، فخليك جاهز. بعد كده عرضت عليه 3 مهمات سهلين بتوع مبتدئين. كيلفن اتردد شوية بس في الآخر اختار أول مهمة، وهي إنه يقضي على وحوش سلايم. أخذ عصابة بسيطة تساعده في العراك وخرج من النقابة وهو جاهز يبدأ أول مغامرة في حياته الجديدة. أخيرا وصل كيلفن للغابة، بالذات في الحتة اللي بتعيش فيها وحوش سلايم. استخبى بسرعة وهو مش عارف يتصرف ازاي، فالحاكمة كلمته وقالت له استخدم عين التقييم عليهم بسرعة. كيلفن عمل كده وقدر يلقط شوية معلومات عنهم، بس الحاكمة صدمته لما كشفت له ان عين التقييم بتاعته من الرتبة S، يعني تقدر تقيم اي كائن لحد ليفل 100، وتقيم كمان الادوات اللي من الرتبة S. كيلفن اول ما عرف كده ما كدبش خبر وراح ناطط وداخل في السلايمز، بس كانوا بيملصوا منه ويزحلقوا لحد ما في الاخر عرف يدي واحد فيهم ضربة جابته الارض. كيلفن اتصدم، هو كان فاكر ان الوحوش دي فرفورة وسهلة تموت، وده خلاه يقف يفكر في طريقة يقدر يخلص عليهم بيها، وقعد يسأل نفسه يستخدم السحر ولا لا. بس في الاخر قرر انه يهزمه من غير سحر عشان يعرف يعمل معاه عقد استدعاء ويبقى تبعه، وفعلا فضل يضرب فيه. بس السلايم طلع مش سهل وبيلعب بديله، قعد يتفادى الضربات وادى ضربة مباشرة في مقتل. كيلفن شغل دماغه بسرعة وراح ضربه بالعصاية اللي في ايده وهد قوته للنص تقريبا، ولما لقى الكائن خلاص بيودع وبيموت مد ايده ناحيته عشان يعمل العقد ويخليه تابع ليه. في اللحظة دي حس ان قوته بتتسحب ورايحة منه، فزعق وقال ايه اللي بيحصل ده كمان؟ الحاكمة ردت عليه انت دلوقتي بتعمل طقوس الاستدعاء والعقود دي بتسحب حوالي نص المانا بتاعتك كلها. كيلفن اتنرفز وقال ولما هي كده ما قلتليش ليه من الاول؟ بس خلاص العقد تم والسلايم بقى حتة من قوته وتابع ليه رسمي. الحاكمة قالت له ساميه اسم. كيلفن سماه كوتو واستدعاه بعد كده، فظهر قدامه في شكل جديد وبقى عنده عينين
بق. كيلفن طلب منه يساعده يصطاد باقي الوحوش عشان يخلصوا المهمة دي على السريع، وكوتو سمع الكلام ونفذ من غير مناهدة. الاتنين انتقلوا لحتة تانية عشان يصطادوا. كيلفن ضرب سلايم بسحره وكوتو خلص على التاني وامتص قوته. كيلفن تنح من قوة السلايم بتاعه بالذات بعد ما بلع السلايم التاني، فسأل الحاكمة هو يقدر يطور قوته هو كمان؟ ردت عليه ايوه طبعا، وانت المستدعي الوحيد في العالم كله اللي قوته ورتبته ما بتقلش عن باقي المستدعين اضعف منك بكتير. وهم بيتكلموا كان كوتو شغال الله ينور وعمال يفرم في باقي الوحوش وخلص العدد المطلوب في ثواني. وبكده كيلفن نجح في انه يخلص اول مهمة رسمية ليه كمغامر. رجع النقابة وخلص الاجراءات وقبض مكافأة المهمة، وبعدها طلع على المدينة عشان يشوف ليه لوكاندا ينام فيها. وهو في الطريق عينه جت على كذا بنت محبوسين جوه قفص ومعروضين للبيع كعبيد، وكان من ضمنهم بنت من جنس الالف. هو بصلها بصه كده وكمل طريقه. بعد شويه وصل للوكاندا وهناك استقبلته كلير صاحبه المكان بترحاب وجهزت له اوضه عشان يرتاح فيها. كيلفن دخل ونام شويه قبل ما ينزل تحت ولقاها مجهزه له اكل جميل جدا، فقعد يفترس الاكل بنهم وجوع وقفل يومه على كده. تاني يوم كيلفن وكوتو كملوا تدوير على مصلحه، فضلوا ياخدوا في المهمات من نقابه المغامرين ورا بعض عشان يعلوا بالليفل بتاعهم ويوصلوا لرتب اعلى. في السكه دي كيلفن لقط مهارات اضافيه كتير ولم نقط تطوير محترمه وطلع ب100 نقطة مهارة، ده غير مهارة الإخفاء من الرتبة دي وحبشتكنات وتطويرات تانية كتير. ومع مهارة التطوير اللي معاه التابع بتاعه كوتو أخد مهارة الامتصاص من الرتبة F، وده بعد شوية وقت. كيلفن داس برجله وراح على النقابة، وهناك استقبلته موظفة الاستقبال انجي بضحكة من الودن للودن وقالت له مبروك يا بطل، انت اترميت في رتبة أعلى وترقيت. بس بعدها اعترفت له انها كانت هتموت من القلق عليه عشان كان بياخد مهمات خطرة وبيروح يخلصها لوحده من غير شلة او فريق ورا ظهره. وحتى لحد اللحظة دي هو ما كانش راضي يعمل فريق مع حد عشان خايف من اي حد يشم خبر ويركب وراه ويعرف انه مستدعي، ده غير انه كده كده معاه زميل جامد جدا وهو كوتو، فما كانش شايف انه محتاج لحد تاني اصلا. بس مع طلعته السريعه دي وترقياته الصاروخيه المغامرين التانيين في النقابه بداوا ياخدوا بالهم منه ويركزوا معاه وعينهم بقت عليه. انجي قالت له ان المهمات اللي جايه هتبقى ليفل عالي وصعبه، ومع الذكاء كده انه يشتري عتاد وادوات جديده تساعده في العراق. وهو وافق على كلامها واخد منها المهمه الجديده. وهو خارج فجاه وقف في وشه مغامر ضخم وبنيانه العضلي يخوف، وقال في وشه انت كيلفن اللي لسه مترقي جديد، مبروك يا صاحبي. وعرف نفسه وقال انه اسمه كاشيل، مغامر من الرتبه دي. في الوقت ده كذا مغامر من اللي واقفين بداوا يوشوشوا بعض ويقولوا ان كاشيل ده كداب جدا وانه اصلا في الرتبه بي، بس بيعمل نفسه قليل ورتبه واطيه عشان يستفرد بالمغامرين الجداد ويستقوى عليهم ويتنمر بيهم. كاشيل لقط الوشوشه دي وراح مديهم نظرة حامية رعبتهم، فكلهم حطوا جزمة في بقهم وسكتوا في ثانية. رجع كاشيل وبص لكيلفن وفهمه ان الفريق بتاعه ناوي يصطاد فارس الشبح الاسود، وعازم كيلفن يجي معاهم ويدخل في السكة دي. انجي اتدخلت في ثانية واعترضت جدا وقالت مفيش الكلام ده، وحذرت كيلفن ان فارس الشبح الاسود ده قوي جدا وغشيم والطلعة دي خطيرة جدا على واحد لسه مترقي دلوقتي، ونصحت كيلفن انه ما يوافقش على طلب زي ده. كاشيل قعد يضحك باستهزاء وقال ما تقلقيش احنا هنبقى معاه وهنظبطه. بس كيلفن قفل السكة في وشه ورفض العرض ورد عليه بكل برود، واحد ضعيف زي حالاتي مش هيعرف يفيدكم باي حاجه. وفي نفس اللحظه استخدم عين التقييم بتاعته على كاشيل واتفاجئ انه قدراته عاليه جدا وتخوف وان اللقب بتاعه هو القاتل. كيلفن قال في عقل باله هو الواد ده ناوي يغدر بيا ويقتلني ولا ايه؟ كيلفن راح قالب الترابيزه ومغير مجرى الكلام وقال طب بقول لك ايه يا كاشيل، ما تيجي نعمل سباق ونشوف مين فينا اللي هيوصل لفارس الشبح الاسود الاول، انا هروح بطولي وانت خد رجالتك وفريقك وعيشوا حياتكم. كاشيل ضحك ضحكه صفرة وكلها تريقه وقال ماشي يا سيدي وماله، طالما انت قفلت معاك ومصمم انا هستناك في جهنم. كيلفن رمى التحدي ده عشان يستغل الحوار كله ويجرب المهارات الجديدة اللي لسه واخدها دلوقتي. بعد ما كاشيل مشى راح قعد مع الفريق بتاعه وزميله في الفريق كران قال الواد كيلفن ده طلع انشف مما كنت فاكر، عين التقييم بتاعتي جابته انه رتبته سي بس مش عارف اقرا قدراته خالص، وده معناه ان عنده مهارة اخفاء عالية جدا. في الوقت ده زميلهم الثالث الضخم اللي اسمه راج اتكلم وقال انا ليا
ليا حساب قديم عايز اصفيه مع كيلفن، سيبوني انا اللي اقتله الاول. كاشيل رد عليه بلهجه خبيثه: احنا عملنا سباق ودي، بس اتمنى على الاقل يعرقني ويسليني شويه وهو بيموت. بالليل كلهم طلعوا على قلعه الارواح اللي عايش فيها فارس الشبح الاسود، واول ما حطوا رجلهم جوه القلعه جالهم ذهول وصدمه عمرهم ما شافوها. كل الوحوش اللي جوه كانت ميته ومفرومه. كيلفن كان سابقهم بخطوه ومصفيهم وقعد مستنيهم كمان، فهم مش مصدقين وسالوه: انت جيت هنا امتى؟ رد عليهم: فارس الشبح الاسود واقف ورا الباب ده بالظبط، وكان التحدي بتاعنا نشوف مين اللي هيخلص عليه الاول، بس انا غيرت رايي ومش عايزكم تخرجوا من هنا عايشين. المعركه دي بتاعتي انا بس، وبعدين انتوا كنتوا ناويين تقتلوني وتغدروا بيا، مش كده برضو؟ صدقوني محدش فيكم هيعرف يعمل لقطه، انا هنهي عيشتكم هنا ودلوقتي. كاشيل اتصدم والشك بدا يلعب في دماغه، فقال له: هو النقابه اللي بعتاك تقبض علينا ولا انت صياد جوائز وجيت تاخد المكافاه اللي على راسنا؟ كيلفن فهمهم في ثانيه وعرف انهم مجرمين وهربانين ومنزلين فيهم نشره ومكافآت. بدا يستفز راج عشان يخليه يتهور ويهجم، وفعلا راج هجم عليه زي الثور الهايج، بس لبس في الفخ اللي كيلفن كان مجهزوله على طول. كيلفن اطلق عليه سحره وعجنه في الارض. اكران شاف المنظر اترعب وجرى عشان يخلع بجلده، بس لقى قدامه كوتو في شكله المطور وقف له بالمرصاد. كوتو فضل مطارده من غير رحمه واداله ضربه غشيمه طيرته في الحيطه. في نفس الوقت راك كان بيحاول يهرب هو كمان، بس كوتو قفشه وجابه من قفاه. كاشيل هنا جرى على كيلفن ورفع سيفه عشان يخلص، بس كيلفن فرمه في اقل من ثانيه. كيلفن قرر انه هيربطهم ويسلمهم للنقابه، بس بعد ما يخلص حواره مع فارس الشبح الاسود. دخل كيلفن صالة الفارس ولقاه واقف ومستنيه، وفي ثانية كيلفن شغل عين التقييم وعرف ان اسم الفارس جيرارد وانه في ليفل 53. جسم كيلفن اشعر وبدأ يعيد حساباته، وبدل ما يقتله قرر انه يعمل معاه عقد استدعاء زي ما عمل مع كوتو قبل كده، وقال في نفسه: هو الفريق بتاعي هيكبر بالسهوله دي؟ بعد ما كيلفن بدا يتكلم مع جيرارد اتفاجئ ان الراجل طيب وابن حلال ودمه خفيف وعمال يضحك ويهزر معاه بطبيعته واريحيه كبيره جدا. بعدها جيرارد بدا يحكي حكايته وقال لكيلفن انه زمان كان قائد الحرس الملكي وحاليا شغال حامل القلعه دي، بس العرش سابوه فاضي من زمان وما بقاش فيه حد، وهو ما لقاش حد يثق فيه عشان يخدمه ويبقى معاه. جيرارد ابتسم بصفاء ونيه خالصه وقال: انا موافق ابقى عسكري من عساكرك ومن رجالتك. بس قبل ما يختموا اي عقد او اتفاق قرر انه يختبر قوه كيلفن الاول، وهنا قامت خناقه ومعركه طحن بين الاثنين، ضربه من هنا على رد من هناك، والموضوع كان سكه ودغري لحد ما كيلفن عرف يركز سحره كله على جيرارد. وفي اللحظه دي ذكريات قديمه ووجع دماغ هاجمت على دماغ جيرارد. افتكر اليوم اللي جه فيه واحد من جنس الالف وكان ملكهم باعت امر رسمي بانهم يدمروا الامبراطوريه، بس الملك اللي جيرارد كان بيخدمه رفض الكلام ده بعزه نفسه وشرف، وثمن الرفض ده كان غالي جدا على الكل. الالف قطعوا الاكل والميه عن المدينه كلها، وكل الناس اللي فيها ماتت من الجوع والعطش ومحدش نجا من المجزره دي. جيرارد اضطر يسيب المدينه ويمشي، واخد معاه بنت صغيره اسمها كوني. رجعوا اتنين للمبارزه والعراك بتاعهم، وكيلفن راح مديله الضربه القاضيه اللي جابت من الاخر وطيرت جيرارد بره القلعه خالص. وفعلا كيلفن طلع هو الكسبان والمنتصر في المعركه دي. اليوم قفل على كده، وتاني يوم الصبح كيلفن اخد حته من درع جيرارد وطلع بيها على موظفه النقابه انجي عشان يثبت لها انه هزم فارس الشبح الاسود وخلص المهمه. النقابه كلها اتقلبت وبقت زي الفرح، والكل اللي كان بيحتفل مش بس عشان كيلفن كسب المعركه، لا ده كمان عشان قبض على عصابه كاشيل المحروقين دول، والكلاب دلوقتي بقوا ورا القضبان وفي السجن. بعد الحفله والزيطه دي انجي قالت لكيلفن انه اترقى تاني، وقالت له كمان ان رئيس النقابه شخصيا عايز يشوفه في مكتبه. ومن غير مناهده ولا تفكير كيلفن اخذ بعضه وطلع على مكتب رئيس النقابه. اول ما وصل الراجل قابله بابتسامه وقال: اليوم جميل وشكله يشرح القلب، وانا متخيل انك هتموت على مغامره جديده، بس لازم تاخد لك قسط من الراحه من وقت للتاني يا صاحبي. دلوقتي انا فهمت الناس بتشكر فيك وبتقول عليك جامد ليه، وانك ما بتهداش ومحدش عارف يعلم عليك، بس خلينا نجيب من الاخر. انا اسمي ليو، رئيس نقابة المغامرين هنا في مدينة بارس، وعندي سؤال واكل دماغي ومحيرني من فترة. هو انت من عالم تاني؟ كيلفن اتسمر في مكانه وجسمه تلج من الصدمة اول ما سمع السؤال، وفي ثانية شغل عين التقييم بتاعته واتفاجئ ان ليو عنده عين تقييم من الدرجة الاولى، يعني تقدر تخترق وتكشف مهارات الاخفاء اللي كيلفن عملها. بس ليو عرف الحقيقة منين؟ ليو اخذ كيلفن ودخل بيه مكتبه الخصوصي وصب له شاي وقال له: انجي حكت لي على اللي انت عملته مع كاشيل وازاي هزمت فارس الشبح الاسود، وعلى فكره التابع الجديد بتاعك ده انا عارف انك مستدعيه. فكيلفن اتوتر وقال في عقل باله: انا ما كنتش متوقع ابدا اني اقابل حد هنا عنده عين تقييم من الدرجه الاولى زي الحكيم. جيرارد والحكيمه شافوا قلقه فبداوا يشجعوه
وقالوا له ما ينفعش تفضل خايف ومداري انك مستدعي طول عمرك، لازم تكشف عن قدراتك الحقيقية والناس تشوفها. كيلفن ابتسم ورجع له جزء من ثقته في نفسه وقال انت اكيد عارف ان كاشيل وشلته ما كانوا الا شويه مجرمين صيع وما يسوش نكله. طب ما وقفتهمش ليه من الاول؟ ليو قال بحسره وندم ما كنتش اقدر يا صاحبي، كاشيل ده ابن عيله غنيه وناس تقال وليهم نفوذ وهو اصلا من مدينه تانية، واني اتحرك ضده من غير دليل قاطع كان شيء شبه مستحيل، بس انت جيت وجبت الدليل معاك وعشان كده قدرت اقبض عليه وارميه في السجن واطمن هياخد جزاؤه. كيلفن هز راسه وقال تمام، طب انت برضه بعت لي وجايبني هنا ليه؟ عايز مني ايه بالظبط؟ ليو رد عليه بلهجه تضمن انا مش عدوك، بالعكس انا عايز نكون اصحاب وحبايب. شوف يا سيدي انا قابلت ناس شبهك كده زمان ومن عالم تاني برضه. كيلفن عينيه وسعت من الذهول وعرف انه مش لوحده في الحكايه دي. ليو كمل كلامه وقال الناس دول هم ابطال امبراطوريه دراميس، تم استدعائهم بعد ما الكهنه قالوا نبوءه ان ملك الشياطين هيقوم تاني قريب، والنبوءه دي خلت الوحوش تنتشر في القاره كلها زي الجراد، وعشان كده يا كيلفن انا بطلب منك تحمي المدينه من هجمات الوحوش دي لحد ما الابطال يجهزوا لنفسهم ولمعركتهم ضد ملك الشياطين. وبما ان المدينه دي ما فيهاش مغامرين تقال انا هدي ليك اي سلطه واي دعم تطلبه مني يا صاحبي. كيلفن ابتسم بامتنان وقال له تسلم يا غالي وانا شاكر جدا لمساعدتك، بس حاليا انا محتاج شويه راحه. رجع لوكاندا وهناك كانت مستنياه كلير وهي طايره من الفرحه عشان الترقيه الجديده بتاعته، وقالت له انها تحتفل على طريقتها ووعدته تطبخ له الاكله اللي بيموت فيها، وراحت مدياله شويه سندوتشات عشان يتسلى فيهم في اوضته. وهو بياكل كيلفن سأل الحكيمة عن الأبطال التانيين اللي جم من العالم التاني، فالحكيمة فهمته إن الكاهنة استدعتهم من فترة وإن مستوياتهم عالية جدا وتخوف. الحوار ده قلق كيلفن شوية، المعركة اللي جاية ضد ملك الشياطين مش لعبة عيال وهزار، بس الحكيمة قالت له الحكاية دي مش شغلتنا ولا تخصنا دلوقتي، ركز في الشغلانة والمهمة اللي في إيدك حاليا دلوقتي. بعد الكلام ده كيلفن أخذ فلوس من كوته ونزل المدينة وكان طاير من الفرحة لأنه قرر يشتري البنت اللي من جنس الألف اللي كانت معروضة للبيع كعبدة، وفي دماغه كان عمال يقول انا هجيب البنت دي وادخلها الفريق بتاعي، اكيد هتنفعني وتسندني في المستقبل. وفعلا كيلفن طلع سكه ودغري على المكان اللي وقف فيه تاجر العبيد وراح رميله الذهب وقبضوا الفلوس. فضلت ماشيه جنبه وهي حاطه لسانها في بقها وسكتة لحد ما في الاخر اتكلمت وقالت شكرا انك اشتريتني، انت الوحيد اللي استجرأ يبص في عيني. كيلفن ابتسم وعرفها بنفسه وقال انا عايزك تدخلي الفريق بتاعي وتدوسي معايا في المعارك كفرد اساسي من رجالتنا وفريقنا. ايفيل وطت راسها في الارض بحزن وقعدت تحكي حكايتها بكسرة قلب. قالت انها اتباعت في سوق العبيد وهي لسه عيله صغيره وما تعرفش هي اتلعنت ليه. الدموع بدات تنزل من عينيها وما بقتش قادره تمسك نفسها. كيلفن قرب منها عشان يواسيها ويطبطب عليها، وكيلفن قال ليها بابتسامه من اللحظه دي مش هتعاني تاني ابدا، انت حره وطليقه وانت في امان وعمرك ما هتحرقي او تاذي حد تاني بعد اليوم. ايفين ما كانتش مصدقه اللي بيحصل معاها وقعدت تعيط من كتر الفرحه. اخدها ورجعوا مع بعض على لوكاندا كلير، وهناك كيلفن طلب من كلير تاخد ايفيل تنظفها وتديها هدمتين نظاف على المقاس. كلير قامت بالواجب، واول ما كيلفن شاف ايفيل باللبس الجديد تنح من كتر جمالها وحلاوتها. قعدوا كلهم مع بعض ياكلوا لقمه وكيلفن عرفها على باقي رجاله الفريق، وكانت القعده كلها دفى وضحك وهزار. بعدها قال لها انها لازم تداري على الموضوع تماما وما تقولش لمخلوق انه مستدعي، وشارك معاها شويه من مهاراته. والحركه دي خلت ايفيل في قمه السعاده والامتنان. الايام جريت وعدى شهر بحاله على دخول ايفيل في فريق كيلفن، وطول الفتره دي كانوا شغالين الله ينور بيخلصوا المهمات ويركبوا في الرتب ورا بعض. ايفيل كانت كل نقطه تطوير اللي بتاخدها بترميها في انها تعلي قوتها وتنشف عظمها، ده غير انها اتعلمت صنعه الخياطه والتفصيل وعملت بنفسها اللبس اللي هي لابساه دلوقتي، واللبس ده كان بيعلي قدرتها في القتال. اما كيلفن نفسه فلقط مهاره الحداده وفضل يتدرب عليها ويطور نفسه فيها. وفي يوم الفريق كان واقف قدام وحوش غشيمه ومفترسه، ايفيل طلعت مهارتها الجديده وفرمتهم في ثانيه، وجيرارد كان نازل تقطيع بالسيف في الاعداء لحد ما بقاش فيه ولا وحش صاحي في المكان. رجعوا نقابه وانجي استقبلتهم بترحيب حار وزيطه كبيره، وقالت لكيلفن ان دي المهمه التاسعه عليه ورا بعض ومن غير ما يقع في النص، وناقص له مهمه واحده بس عشان يدخل امتحان الترقي للرتبه ايه. وقالت له كمان ان ايفيل بقت في الرتبه سي وقربت تحصل للرتبه بي، ونصحت كيلفن انه ينزل يشتري شويه اسلحه جديده وهو وافق، وقال لها
لها انه هينزل بكره عشان الوقت سرقهم والليل ليل. تاني يوم كيلفن نزل المدينه ومعاه الفريق بتاعه وطالعين على الدكان، وكان مبسوط ان الحاكمه مش موجوده عشان كانت رايحه تبعت رساله للابطال. موظف المحل رحب بكيلفن وقعدوا يستنوا شويه لحد ما ايفيل وصلت وهي لابسه احسن ما عندها، وكيلفن اول ما شافها تنح من جمالها. وهما بيهزروا مع بعض كانت عيون اهل المنطقه كلها عليهم وبتبص ليهم، وكان من ضمنهم الامير تابرا امير مدينه تريكسون اللي معروفه بانها قوه عسكريه غاشمه وموجوده في اقصى الشرق. الامير والرجاله اللي معاهم قعدوا يتريقوا على كيلفن ويقولوا عليه فقير وشحات وما يسواش 3 مليم. وبعدها وبلهجه كلها غرور الامير قال لو عايز تعدي وتخرج من وسط الرجاله دي سليم ومن غير ما تتهان سيب البنت دي وانا هسيبك تمشي. كيلفن ما ردش عليه بكلمه، وبدل الكلام ودى لكل واحد من حراس الامير ضربه غشيمه جابته الارض وخلته يقطع النفس، وبعدين مشى بخطوات ثابته وواثقه ناحيه الامير اللي كان واقف ركبه بتخبط في بعضها وميت في جلده من الرعب، وقعد يتهته ويقول انا امير تريكسون، انت مش عارف انا ابن مين ولا ايه؟ كيلفن ولا اتهز ولا فرق معاه ورد عليه باحتقار انت امير على نفسك وبس مش على حد تاني. وراح ربطه بالسحر وساله وايه اللي جاب امير زيك هنا في مدينه بارس، وايه الشغلانه اللي جايباك؟ في اللحظه دي الامير كان بيترعش من الخوف وقال لكيلفن انا جيت هنا عشان اقابل ليو رئيس النقابه، لاني سمعت ان في مغامر قوي وتنين مجنح بدا ياخد مدينه بارس كقاعده ومقر ليه، فجيت بنفسي عشان اتاكد من الاشاعات دي، ولو طلع فعلا في مغامر قوي بالمنظر ده هخليه يشتغل تحت ايدي ويخدمني لاني ضعيف ومحدش بيعمل لي حساب ولا بيحترمني. كيلفن لقط الفوله وفهم الليله وقال له طب انت عارف بقى مين المغامر اللي انت بتتكلم عليه ده؟ العبد لله هو انا. وبحركه واحده سريعه ومفاجاه راح هبده في الارض لحد ما غاب عن الوعي. في نفس الوقت وعلى الناحيه الثانيه من امبراطوريه دراميس كانت الكاهنه كول بتتكلم مع الحاكمه والبهجه ظاهره في وشها. الحاكمه سالتها عن الابطال واحوالهم، فكل راحت مطلعه لها الكريستال السحري على طول عشان تطمنها وتوريها الوضع. الحاكمه اتبسطت لما شافتهم وشافت تقدمهم اللي باين زي الشمس، بس قالت لكول انا شم ريحه قويه ضلمه وسودة بتقرب من القاره الغريبه، ابعت الابطال هناك وخليهم بعيد عن مدينه بارس على قد ما تقدري. وبعد ما قالت كلمتها دي اخذت بعضها ومشت، ودخل الابطال بعدها على طول.